السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده كده صباح الفل. الاول احنا الصبح بدري قلت اقوم اعمل فطار كده حلو كده للناس اللي نايمين لسه دول. معايا هنا فلفلايه مقطعه وطماطم، وفي برضو طماطم تانية اهي، وعندي هنا بصلايه وسط مقطعه ناعم، وعندي فول، وعندي بطاطس مهروسه، وطبعا توم متقطع ناعم. تعالوا بقى نشوف هنعمل فطار سريع، حاجه بسيطه كده بس طعمها حلو. يا رب افيدكم بالفيديو ده ووحشتوني. هنبدأ الأول كده بالفول. معايا هنا طاسة فيها حوالي 3 معالق زيت، وهنزل فيهم كده بفصين توم مهروسين، بس كده كفاية. هستنى بس لما التوم ريحته تطلع، ما يصفرش ولا حاجة. هنا التوم خلاص ريحته طلعت اهي، هنزل عليهم بحبيتين طماطم متقطعين معايا. البهارات بتاعتك بقى زي ما انت بتحبي، زي ما قلنا قبل كده برضو، كل واحد ليه بهارته الخاصة بيه. معايا هنا حوالي نص معلقة فلفل أسمر، ومعايا هنا برضو حوالي ربع معلقة شطة. معايا كمان هحط معلقة صغيرة ملح لحد بس ما نشوف الحلو، بس كده. هسيبهم بقى مع النار كده مع بعض. الطماطم تتسبك معايا شوية، ولما تتسبك هرجع لكم تاني. على بال ما الطماطم بقى بتاعت الفول تتسبك، في طاسة تانية كده هنزل برضو ب3 4 معالق زيت، وبعدين هجيب البصلة اللي انا مقطعاها ناعم دي وهنزل بيها فيهم. انا مش عايزة البصلة بتاعتي تصفر، انا عايزاها بس تتخدل، اللي هي تبقى ما بين مش عارفة اقول لكم ازاي اللي هي ايه، تدبل بس. تدبل بس. هي هنا بدأت تخدل اهي او تدبل. هنزل عليها برضو بفصين توم كده مقطعين صغير بالشكل ده، واديهم تقريبا مع بعض. في المرحله دي بقى هستنى لحد ما ريحه التوم تطلع معايا عشان احط باقي المكونات. هنا كده ريحه التوم طلعت معايا. معايا هنا فلفلايه مقطعها صغير، هنزل بيها اهو، وبضرب بيها تقريبا بالشكل ده، وهسيبها شويه. الطماطم هنا كده معايا اتسبكت اهي، هديها بس كده يعني نقول مثلا شويه ميه كده صغيرين، ما يجوش ربع كوبايه، وبرده هسيبها تكمل تسبيكتها قبل ما احط الفول بالشكل ده. دلوقتي بقى هحط الطماطميه. معايا طماطميه واحده بس مقطعها صغير، هنزل بيها كده في الطاسه بتاعه الفلفله والبصل كده، وهسيبها بقى شويه مع نفسها كده، ويستحسن نغطي عليها كده. الطماطم بتكون معايا بقى تمام. هنزل بقى بالفول ان شاء الله كده، بسم الله. بسم الله. وهبدا اقلبه كده، وطبعا هنسيبه شويه بقى في الطماطم كده ياخدوا ودوا من بعض، وبعد كده تدوقي الحدي بتاعك. لو حسيتي ان هو ناقص بهارات ناقص ملح، ظبطي دنيتك انت بقى. بس كده، هو محتاج شويه ميه صغيرين بس كده. هسيبه بقى مع نفسه كده يتسبك شويه، ونروح نشوف بقى الطاسه التانيه. شوف بقى الالوان بقت عامله ازاي كده تمام. دلوقتي هنحط البطاطس بقى. طبعا هي تغيير بس، لان كل مره بنعمل بطاطس مقليه، فقلنا نغير بس. هنزل بقى بالبطاطس اهو، بسم الله بالشكل ده. والبطاطسيتين كبار شويه، وانا قطعتهم وسلقتهم، وبعد كده سبتهم وبردهم، صفوا من الميه خالص وهرسلهم.
بجد جربوا الطريقه دي حلوه قوي وان شاء الله تعجبكم. ترى بس ما اجيب معلقه عشان عارفه اقلب كويس بالشكل ده. اقلبها بس كويس وارجع تاني. انا كده قلبتها. انا كنت حاطه في البطاطس ملح وانا بسلقها، بس هنحط شويه صغيره كده لحد ما ندوق. بسم الله. طبعا البهارات المفروض كنت احطها قبل ما احط البطاطس، بس معلش انا نسيت. هنحط برضو شويه فلفل اسمر كده كفايه، ودول برضو شويه بهارات. بسم الله. بس نديها برضو تقليبه. طبعا معايا خلاص الفول خلص وكمان البطاطس. هنزل هنا بشويه زيت كده. استنى بس لما يسخنوا. انا هعمل بيض دلوقتي، هعمل بيض عادي جدا لان انا عامله فول بطماطم، فما رضيتش اعمل شكشوكه ولا حاجه. بسم الله. هو يعني لسه برضو ما سخنش قوي، مش مشكله، انا اصلا مش عايزاه سخن قوي عشان خاطر ايه، ابدا اعملها كده. كل واحد بقى ليه طريقه في البيض، وكل واحد بيحب البيض بطريقه شكل، احنا بنحبه كده. ساعات بعمله قرص برضو كده، اسيبه زي ما هو وبعدين اقلبه، لكن النهارده بقى هنعمله طري كده، يبقى طعمه حلو قوي برضو. حطي برضو بهاراتك اللي انت بتحبيها تشتغلي. وبكده البيض برضو بيكون خلص اهو. بس كده. وبكده كده خلصت خلاص الفطار. الف هنا وشفا اللي يجرب. وصباح الفل عليكم، يا رب ان شاء الله يجعل يومكم كله سعاده وفرح. نسيت اقول لكم حاجه بسيطه. البطاطس بتاعتنا الحلوه دي، لو انت عندك عود شبت وكزبره ممكن تحطي فيها، هتبقى حلوه قوي وخطيره كمان، بس انا ما عنديش، فانا نسيت اقول لكم وانا بعملها يعني. كده فطرنا حاجه بسيطه خالص كده وعلى قد الايد، ويا رب يكون عجبكم. ولو وصلتوا في الفيديو لحد هنا بشكركم جدا، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان اكبر بيكم. يلا سلام. سلام.